في واقعة أثارت الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا في طلخة بمحافظة الدقهلية، لقيام خطيب وإمام مسجد بالدقهلية من اغتصاب فتاة من الخلف داخل منزله بعد تحفيظها القرآن. لقد اتخذ الدين ستارا لأفعاله القذرة بالفتاة الصغيرة جنة التي لم يتعد عمرها 9 سنوات. لقد قام المتهم بارتكاب فعلته مرارا وتكرارا بالفتاة، وأخذها إلى حمام منزله وهتك عرضها من الخلف من فتحة الشرج. بداية الجريمة وهو بلاغ من أم الطفلة اتهمت فيها الشيخ باغتصاب طفلتها اليتيمة داخل منزله بعد انصراف التلاميذ من الدرس كان يقوم بفعلته القذرة. لقد اكتشفت الأم الواقعة عند اكتشافها بقع دم على ملابس الفتاة الداخلية، لتقوم الأم بعد ذلك بالضغط على طفلتها، واعترفت الطفلة جنة بأن الشيخ كان يقوم بهذا الفعل القذر معها من فتحة الشرج. وعند إجراء الكشف الطبي على الطفلة تبين الاعتداء على الطفلة جنة من الخلف عدة مرات خلال شهور عدة دون معرفة أهل الطفلة بذلك، لأنه كان يحذر الطفلة دائما بأن لا تبوح بأي شيء عن ما يحدث بعد حصة الدرس. لذلك اعترف المتهم بارتكاب جريمته البشعة، وأضاف أنه كان يقبلها فقط مع الملامسة فقط، ولا يوجد أي علاقة جنسية مع الطفلة. لذلك تم حبس المتهم على ذمة التحقيقات 15 يوما، لأن تقرير الطب الشرعي وضح الاعتداء على الطفلة من الخلف، وأن ما ذكرته والدة الفتاة هو ما حدث بالفعل. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة.